آخر خبر حبس شخصية مهمة، متحدث رسمي أسبق 3 سنوات بسبب القايمة. الناس اللي مقبلة على الزواج يا إما تجهز على قدك أو تتفاوض مع أهل العروسة إنك مش هتكتب قايمة. الأفضل إن أنت تجهز على قدك. ليه؟ لأن برضو هم مش معقول هيجيبوا عفش وموبيليا ومنقولات زوجية وهيدوها لك كده. القايمة فكرة تاريخية موروثة، لو قلت لكم تاريخها القديم هتتخض، لأن أنت عندك في الشرع الإسلامي أن الزوج هو المتكفل بكل شيء في أمور الزواج. لو قلت لكم القايمة دي جاية منين هتتخض، دخيلة علينا، لكن اتحولت لعرف. القانون بيعترف بالعرف والشريعة كمان بتعترف بالعرف، فصار لها قانون. الزوج لو ما حافظش عليها يبقى خيانة أمانة ويحاسب عليها ويتحبس ما بين 24 ساعة لحد 3 سنوات. هتقولي ايه 24 ساعة ده؟ هقولك ما هو الإتلاف يعرض الزوج للحبس. الإتلاف أو الفقد أو البيع، يعني لو الست دخلت بيتها كده لقت جوزها باع الموبيليا يتحبس، لقيته مكسر الموبيليا إتلاف يتحبس، فخبى الموبيليا إخفاء يتحبس. ما أنت لما بتمضي كأنك واضي على وصل أمانة. تاريخ القايمة، اليهود لما كانوا عايشين في مصر وكانوا جزء من المجتمع المصري كانوا مش بيحبوا إن بناتهم يجوزوا مسلمين، وكانوا بيخافوا من التعدد أو الطلاق اللي موجود في الشريعة الإسلامية. نتج عن ده إن هم كانوا بيحاولوا يعرقلوا الجوازة. ليه؟ لأنه عارفين إن ولاد بنتهم دول هيبقوا مصريين مسلمين، فبيعرقلوا الحكاية دي إزاي؟ اخترعوا حاجة اسمها القايمة، اللي هو أنت هتدفع مهر وأنا هجهز بنتي بالشكل الفلاني وهعيشها في المستوى اللي أنا أرتضيه، لكن أنت هتمضي لي على القايمة دي. أو لو أنت مقتدر فأنت هتجهز بنتنا بالشكل اللي يرضينا وهتمضي على القايمة. وبما إنك عايز العروسة الحلوة دي ومتمسك بيها فحضرتك وافقت على إنك تمضي على القايمة. ولأن المجتمع كان متماسك والجيران كانوا متداخلين واليهود والمسلمين كان بينهم معاملات وشغل ومعرفة، امتد بقى الأمر لباقي الناس وصار عرف وبدأ يشاع، وبدأ يبقى بدل ما الناس كانت بتتجوز على قدها في أوضة صغيرة بكنبة على قدهم، على أيامهم كان فيش تلاجات، كان فيه قلة وزير وحاجات كده، بدأ الأمر يتوسع ويكبر ويمتد، وبدأ موضوع القايمة ده يتحول لعرف. احنا بنقول لأي حد مقبل على الزواج يا جماعة خلي بالكوا، يا العريس يجهز على قده، يا ان انت ما تمضيش على القايمة، او حضرتك تحافظ على الموبيليا. ليه؟ لان الدعوة او القضية بتاعت القايمة دي ما بتسقطش الا بعد 3 سنين، فحضرتك لازم تبقى مستخبي 3 سنين او بالوفاة. واحنا نحط نفسنا في مواقف كده ليه واحنا داخلين بقى نتجوز ولا داخلين نتهدد؟